الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم رب إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أنت ربي سندي، وعليك اعتمادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الإخوة الأعزاء، كتورد علينا الكثير من الأسئلة. كثير من الناس كيسألوا عن أخطاء المصلين، وهذا الموضوع هذا ماذا في العصر ديالنا عنده أهمية كبيرة. اضطرينا باش نطرقوا لهذا الموضوع هذا ونتكلموا على جميع النقاط والأخطاء اللي كيرتكبوها العديد من الناس اللي كيصلوا في المساجد وفي غير المساجد. وقررنا باش نبداو بأخطاء المصلين في اللباس. هذه أول المواضيع اللي كيطرقوا لها كثير من الناس. كاين كثير من الناس كيسولوا كيقول لك ودي واش الصلاة في السراويل كدوز ولا ما كدوش؟ هذا أول سؤال كيتطرح. كنبينوا بأن الصلاة في السراويل معروفة الآن العصرية فيه جوج ديال المصيبات. المصيبة الأولى هو التشبه بالكفار، لأن العرب من قديم الزمان كانوا كيلبسوا السراويل الواسعة الفضفاضة اللي كنعرفوها الآن واللي موجودة في السوق، وما عرفوش السراويل العصرية الموجودة الآن إلا بعد الاستعمار. الاستعمار ملي دخلنا وخرج الاستعمار ومشى في حاله، بقات عندنا بعض البصمات ديالو اللي احنا كنمشيو على الطريق ديالها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيوري هذا التشبه كي داير. قال لك: لا يشبه الزي حتى تشبه القلوب. يعني احنا اليهود والنصارى ما لبسناش اللباس ديالهم حتى ولات القلوب ديالنا كتشبه القلوب ديالهم والعياذ بالله. ولا سبحان القلوب ديالنا بحال القلوب ديالهم، راه حنا كنتشبهوا بهم ولا تشبهنا بهم تحصروا معاهم يوم القيامة. هذه النقطة الأولى. المصيبة الثانية بالنسبة للسراويل الضيقة، أن بعض الناس كتوجدهم في المساجد كيصليو، ومن كثرة الضيق ديال السراويل أنها كتحدد العورة. وكتعرفوا عورة الرجل هي من السرة، يعني من البوط ديالو حتى الركبة كلها كتسمى عورة. إذا كنقولوا بالله التوفيق، إذا كانت السروال يعني من السراويل الواسعة ماشي مضيقة كتجوز فيها الصلاة والصلاة ديالو صحيحة. والأفضل أن الإنسان اللي لابس السروال وبغى يصلي أن يلبس فوق منه واحد القميص اللي يكون طويل شوية، اللي غادي يكون يعني ما بين السرة والركبة يكون مغطيها. إما كنقول واحد المونطو يلبسه طويل شوية، أو شي فيستا تكون طويلة شوية اللي غادي تستر العورة ديالو، وخا يكون السروال مضيق يعني ما تبانش وما تحددش العورة باش تكون الصلاة إن شاء الله مقبولة. كذلك بعض الناس اللي كيصليو في الثياب الشفافة، يعني الثياب اللي كتبين الداخل. ولا كنلقاو إنسان مثلا في صلاة الصبح ما كيخرج يصلي في الجامع، اش كيصلي في البيجامة، يعني في الثياب ديال النعاس. والثياب ديال النعاس كما كنعرفوا كتكون خفيفة وكتبين اللي في الداخل ديالها. وهنا غادي نرجعوا لعبد الله بن عمر. قال لك: رأى عبد الله بن عمر نافعا يصلي في خلوته. سيدنا عبد الله بن عمر شاف سيدنا نافع كيصلي في الخلوة ديالو، ولكن شافوا كيصلي في ثوب واحد، يعني بحال كنقولوا كيصلي في بيجامة. فقال له: ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى. قال له: ودي علي ما عطيتش واحد جوج أثواب باش تبدا تلبسهم؟ قال: بلى.
قال أفكنت تخرج إلى السوق في ثوب واحد؟ هاد الثوب اللي كتصلي فيه دابا اللي خفيف وكيبين الداخل ديال الجسد، واش تقدر تخرج وتمشي به للسوق؟ قال لا. قال فالله أحق أن يتجمل له. قال له ودي لك تبغي تخرج للسوق وما يمكنش تخرج بهذا الثوب هذا وخاصك تلبس وخاصك تزين، فالله سبحانه وتعالى هو أحق باش تزين ليه إلا بغيتي تستقبلوه في الصلاة ديالك. وهذا كنقولوا في حق الذكر والأنثى. كيف الصلاة ديالك لا ديالك أخرى أنا باش يستحق ما كتوصل ديالك خليك بالي مدير كيقول لك لا أنا صافي في دور نقبل خسر دابا الصلاة عليك تكون ماشي تاو ما تبيش باش نطبقوا قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قلنا بالنسبة للرجل. الآن كيسولوا أمنا سلمة رضي الله عنها قالوا لها المرأة فاش خاصها تصلي من الثوب شكون لابسة؟ فقالت في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. قالت لي ما ودي غادي تصلي في خمار، يعني كنعرفوا الخمار أنها غادي تستر الراس ديالها وتستر الذات ديالها وغادي تصلي من تحت في واحد الدرع اللي غادي يغيب الظهور ديال القدمين ديالها، يعني حتى رجليها ما يبانوش. إذا ما يبانش من المرأة في الصلاة إلا الوجه والكفان. إلا بان شي حاجة من غير الوجه والكفان هذا بالنسبة للمرأة، أو بالنسبة للرجل يعني تكشفات العورة ديالو اللي هي من البوط حتى الركبة، الصلاة هنا كتعاد. مثلا المرأة يبان شوية ديال الشعر ديالها دايره الزيت ولكن خرج شوية ديال الشعر وهي كتصلي تعاود الصلاة ديالها، أو يبانوا القدمين ديال رجليها خصها تعاود الصلاة ديالها، لأن حتى القدمين ديالها راه عورة. كل ما كانوش القدمين عورة ما يقولش الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الآن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اللي جر الثوب يعني اللي لابس شي سروال طويل ولا شي فوقية طويلة والثوب ديالو كيتجرجر مع الأرض الله تعالى ما كينظرش ليه يوم القيامة، لهذا كيتسمى هذا من الخيلاء ومن التكبر. وهي تقول أم سلمة رضي الله عنها فكيف يصنع النساء يا رسول الله بذيولهن؟ يا رسول الله إلا كنتي كتقول لنا بأن الكساوي الطوال اللي عنده كسوة طويلة وكيجرها مع الأرض الله تعالى ما ينظرش ليه يوم القيامة، كيف يديروا العيالات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا. العيالات ما عليهمش حرج ماشي بحال الرجال، يطول الكسوة ديالها تزيد فيها شبر، يعني من القدم من تحت القدمين ديالها تزيد واحد الشبر. فقالت إذا تنكشف أقدامهن. قالت لي يا رسول الله إلا داروا غير شبر راه إلا حركت المرأة رجلها غادي يبانوا الصيغان ديالها أو يبانوا الأقدام ديالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين ذراعا لا يزيدن عليه. زادها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إلا ما كانش يكفي شبر بالنسبة للعيالات تكون الكسوة طويلة أنا كنعطيهم ذراع وما نزيدش على ذراع. والذراع كتعرفوا واش هو يعني في العصر ديالنا شبران بشبر اليد المعتدلة، يعني جوج شبورة زايدين على القدم ديال المرأة باش ما يبانش الأقدام ديالها وهي كتصلي. وهذا دليل، هذا الحديث هو دليل على وجوب الستر ديال القدمين ديال المرأة. أما الرجل فعن عبد الله بن عمرو قال قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرا يعني خيلاء. أما الرجل ما ينظرش لله سبحانه وتعالى إلا كان ذاك الثوب اللي كيصلي فيه فايت القدام ديالو. كذلك يا أحباب من الأخطاء ديال المصلين أن كاين بعض الناس اللي كيشمروا، كنقولوا حنا كيشمروا، كيبغي يصلي كيتني القميجة ديالو الكمام ديال القميجة ولا السروال ديالو متني وكيصلي، هذا من الأخطاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 ولا أكف شعرا ولا ثوبا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أمرني الله تعالى باش نسجد على 7 أعضاء، وأمرني الله تعالى باش ما نتنيش الشعر، يعني ما نكفش الشعر ديالي، ما نجمعش الشعر ديالي وما نتنيش الثوب ديالي، يعني السروال يكون طويل أو الفوقية تكون طويلة ما نتنيهاش، والكمام ديال اليدين حتى هما ما نتنيهمش. وهذه من الأخطاء ديال المصلين. كاين بعض الإنسان اللي كيتوضا وكيدخل المسجد وكيصلي هكذا، يعني كنغسل الدرعين ديالو وبقات الثياب ديالو يعني متنيه وخلاها هكذا، ما يقادش الثوب ديالو ويصوبو عاد يدخل يصلي. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس ويصلى به؟ سيدنا الإمام مالك رحمه الله كذلك سولوا على الخاتم. كاين الإنسان اللي عنده خاتم في يده مصورة فيه يعني إما نسر أو كذا وكيدخل يصلي بهذاك الخاتم. كان الجواب ديالو
قال لا يلبس ولا يصلى به. نحيدوا الخاتم اللي فيه الصورة أو فيه نقش ديال شي حيوان، قال نحيدوه وما نصليوش به. وقال النووي الثوب الذي فيه صور أو صليب تكره الصلاة فيه. كاين الإنسان اللي كيدخل الجامع يصلي إما لابس جاكيطة أو لابس واحد القميجة اللي فيها صور أو فيها الشكل ديال الصليب، كيبدا يصلي أو أول حاجة كيشطن داك الإنسان اللي مورا كيبقى يشوف ديك الصورة اللي لابس الآخر في ظهره. ملي سولوا الإمام النووي على الثوب اللي فيه الصور أو فيه الشكل ديال الصليب قال تكره الصلاة فيه. علاش؟ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي قال إلا بغيتي تصلي ما تخليش شي صورة كتدور قدامك إلا وطمستيها. يعني إلا كان تمثال تقطع عليه راسه، كانت صورة تحيد لها النص ديالها، يعني تمص المعالم ديالها ما تبقاش الصورة ديال شي حاجة اللي فيها الروح. وكذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرى شيئا فيه تصليب إلا نقضه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كيشوفش شي حاجة يعني فيها الشكل ديال الصليب إلا وكينقص منها وكيزيد فيها باش ما يبقاش فيها هذاك الأثر ديال الصليب. كذلك يا أحباب الآن يمكن لنا نمشيو لأخطاء أخرى هي كتتعلق بأماكن الصلاة. وأول شيء يعني اللي كيفرض الوجود ديالو هو المسألة الشيعية المكذوبة. الشيعة الرافضة وغيرهم ذاك الاعتقاد اللي عندهم في السجود على تربة كربلاء. قالك التربة ديال كربلاء هي أفضل تربة موجودة في العالم، ولهذا كياخذ شوية ديال الطين جامد من التربة ديال كربلاء وكيسجدوا عليه. كتلقى الشيعي عنده واحد شوية ديال التراب أو الطين ديال كربلاء فين ما مشى بغى يسجد كيحطوا الأرض وكيسجد عليه. علاش؟ كيقولك بأن الأرض غير طاهرة، لأن هذه الأرض هذه اللي عندنا في الدنيا قالك تقتل فيها الحسين بن علي وطاح فيها الدم ديال الحسين بن علي، إذن هي ماشي طاهرة. هذا الاعتقاد ديالهم الفاسد. إذن ما يصليش في شي مكان إلا عندهم شوية ديال الطين ديال تربة كربلاء. كذلك من الأخطاء ديال الأماكن ديال الصلاة عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. يعني أمنا عائشة رضي الله عنها كان عندها واحد الثوب كنقولوا احنا بالدارجة ديالنا واحد الخامية سترت بها واحد الجهة ديال البيت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حيدي هذيك الخامية اللي فيها التصاور، رانا كنصلي ودوك التصاور كتعرض قدامي. وهنا يمكن لنا ندخلوا السجادة. كاين بعض الناس اللي كيصليو على شي سجادة اللي فيها قوة الزخارف يعني مزخرفة، كتلقى يصلى يعني رطبة ورفيعة، وهذا ما يليقش بالصلاة. لأن الصلاة شنو هي؟ الحالة ديال الصلاة التواضع والتمسكن لله سبحانه وتعالى. ولهذا مازال الناس في مسجد مكة ومسجد المدينة كيصليوا على الأرض. علاش؟ تواضعا لله سبحانه وتعالى. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كيصليوا على الرمل وعلى الحصى، ما كانوش كيديروا الزرابي الرطبة باش يصليوا عليها، لا، لأن هذاك حال التواضع لله سبحانه وتعالى. وداك الشيء كتلقى الآن الكعبة وما يحيط بها عبارة عن الأرض، كتصلي على الأرض. علاش؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن يا أحباب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه صورة. إذا بغيتي تصلي خصك تحيد جميع الصور من البيت، لأن البيت اللي فيه الصور ما كتدخلوش الملائكة، ولا ما كتدخلوش الملائكة ما بقى فيه صلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الدخول ديال الكعبة حتى تحيدوا منها كل الصور، كل الأصنام 365 صنم كلها تحيدت. وهنا كنقولوا بأن الإنسان ما يصليش في الدار اللي فيها الصور، المقصود هي صور الأرواح. مفهوم؟ يعني الدار ديالك إلا فيها يعني كنشوفوا الآن يعني الأمور المحدثة، كتشوف الدار يعني فيها تماثيل، فيها واحد العروسة مصوبة من البلاستيك أو تماثيل ديال الدراري الصغار يعني موضوعة، أو الصورة ديالك أو الصورة ديال المرأة ديالك أو الصورة ديال الدري معلقة. هذاك البيت ما كدوش فيه الصلاة حتى تحيد منه الصور. يعني كاع اللي فيها صورة ديال شي حيوان ولا إنسان اللي كتزرع فيه الروح ما خصناش نصليو في هذاك البيت حتى نحيدوا الصورة، إلا الصور ديال الطبيعة. مثلا كاين شي صورة معلقة ديال الطبيعة أو ديال الأودية أو ديال الغابات، هذيك الصورة ما عندنا فيها مشكل.
إذن هذا يا أحباب. كذلك من الأخطاء ديال المصلين في الأماكن اللي كيصليو فيها الصلاة على القبور والعياذ بالله. كتلقى شي جوامع وشي مساجد، وهذا عندنا في المغرب كتلقى شي مساجد أو زاويات كتلقى فيهم 2 مدفونين ولا 3 والناس كيصليو فيهم. وهنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى. في رواية: لعن الله اليهود والنصارى. ايش لعنهم الله تعالى؟ لأنهم مشاو للقبور ديال الأنبياء ديالهم وداروا فيهم مساجد. كتلقى مسجد إما كانت روضة وكانوا فيها الموتى وداروا فوق منها مسجد، يعني كتصلي على الموتى، وإما مدفون فيها 1 ولا 2. كاع المسجد اللي فيه 1 مدفون لا تجوز فيه الصلاة. كذلك من الأخطاء ديال الأماكن ديال المصلين قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: إلا دخل شي واحد يصلي، سواء صليتي في الدار أو صليتي في المسجد، لابد دير واحد السترة بينك وبين الإنسان اللي غادي يمر. هذيك السترة هذيك كديرها وكتقرب منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: وليدنوا منها، ما تخليش بينك وبينها إلا 1 نص متر. ولا بغى شي واحد يدوز بينك وبين ديك السترة اللي غادي دير، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلوا راه شيطان. يعني حبسوا بيدك اليمنى المرة الأولى، حبسوا المرة الثانية، إلا بغى يدوز المرة الثالثة ضربوا، والصلاة ضربوا لوحوا. علاش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: راه شيطان. والسترة إما هي في الأصل كانت آخرة الرحل. ما معنى آخرة الرحل؟ يعني الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان السترة ديالو هو ذاك الرحل اللي ديك البلاصة اللي كتكون فوق الناقة. ملي كتركب فوق الناقة كيكون واحد العود موراك، هذاك العود كيكون فيه واحد دراع ديال الطول والعرض. هذاك العود كان ينزلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكيديروا قدامه، هذاك هو السترة. الآن بالنسبة للمسجد إما كدير السترة هي الحيط، كتمشي تتقرب الحيط ديال المسجد باش بينك وبين الحيط ما يدوز حتى شي واحد، أو كدير السارية ديال المسجد، وهذا كله يسمى سترة. المهم السترة ما يكونش كاين الإنسان اللي كيحط طاقية ديالو يحط الطربوش ديالو أو يلوح المكان ولا السوالف قدامه يدير السترة. لا، السترة خاصها تكون على الأقل آخر الرحل. شنو تكون؟ دراع في الطول ديالها. إذا إما دير السارية أم دير الحائط قدامك باش ما يمر حتى شي واحد. معاشر الإخوة الأعزاء، الآن غادي نمشيو ما هو أهم، هو أخطاء المصلين في الصفة ديال الصلاة ديالهم. وأول حاجة كتطرح قدامنا وحنا كندخلوا المساجد كنشوفوا الإنسان اللي كيهز يدو كيجهر بالنية وكيقارنها مع تكبيرة الإحرام. يعني كيبغي يهز يدو اش كيقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، صلاة الصبح ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر، كيجهر بها، كيذكر ديك النية اش غادي يصلي. كيقول صلاة العشاء عاد يقول الله أكبر، وهذه أكبر بدعة مخالفة للشرع، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى. النية ما عمرها كتقال بالفم، النية كتنوى بالقلب. انوي ديك الصلاة اللي غادي تصلي بقلبك وكبر وقول الله أكبر، بلا ما تقول الله أكبر صلاة الظهر ولا صلاة العصر. لا، راك ما كتكلمش مع البشر. كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا أبكم ولكن تدعون سميعا بصيرا. الله تعالى عارفك قبل ما انت جاي في الطريق وعارفك اش باغي تصلي وعارفك اش باغي دير. إذا ما تجهرش بالصلاة اللي غادي تصلي بها اش من صلاة، في النية بالداخل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باش كيفتتح الصلاة كيفتتحها بالتكبير. إذن الجهر بالنية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنة بل مكروه. أما إذا درتي تشويش وشوشتي على المصلين هنا الصلاة كتولي حرام. كاين الإنسان اللي كيجهر بالنية كما قلنا، وكاين اللي كيجهر بالقراءة خلف الإمام. يقول الإمام الله أكبر، يقول تا والله أكبر، يبدأ الإمام يقرأ الفاتحة حتى هو كيبدأ يقرأ الفاتحة يبدأ يشوش على عباد الله حتى هو ولا إمام، هذا مكروه. أما إلا شوش على عباد الله اللي حداه الصلاة ما بقات عنده صلاة. كذلك يا أحباب من الأخطاء ديال المصلين هما دخلوا الصلاة ديالهم عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن وسائل الأذكار اللي كتعلق بالصلاة. هذه من الأخطاء اللي شائعة عند الناس، وكأن الصلاة هي بحال الرياضة، نزل وطلع ونزل وطلع تتكمل الصلاة. لا، الصلاة راه فيها أقوال وفيها أذكار، وخاص الآيات اللي غادي تقرأ خاصها تمر على القلب وتقرأ باللسان. ما يكفيش أنها تقرأ بقلبك. كاين الإنسان اللي كيقول الله أكبر وما فيه ما يقرأ،
يعني ما كيحركش اللسان ديالو، كيقرا غير بالقلب ديالو. الفاتحه كيدوزها قدام عينيه بدغيا ويركع ويسجد، هذا ما عنده صلاه. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ملي شاف هذاك السيد اللي ما صوبش الصلاه ديالو في المسجد، هذاك اللي كيتسمى ذاك الحديث ديال المسيء صلاته، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم خصك تعاود الصلاه، وبدا كيبين لي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم اش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرا بما تيسر معك من القران. والقراءه شنو هي؟ ملي قال لي اقرا، القراءه هي تحرك اللسان. منه كيقول الله تعالى في القران لا تحرك لسانك لتعجل به. هذه هي القراءه، ماشي انك دوز القران على قلبك. كاين انسان اللي ما يحركش كاع اللسان ديالو، كتشوفو كيصلي والفاتحه كيدوزها غير بين عينيه، لا، هذا ما خصوش يدير. هذا شكون اللي خاصو يديرها؟ قال العلماء وعلى رأسهم النووي رحمه الله يجوز للجنوب، إنسان كان على جنابه، أو المرأة الحائض أو المرأة النفساء إجراء القرآن على القلب من غير لفظ. هذو هما اللي خاصهم يقراوا القرآن بالقلوب ديالهم بلا ما ينطقوا باللسان ديالهم. إنسان كان على جنابه وبغى يقرا القرآن، أو كان حائض، أو كانت المرأة نفساء الله ولدت، يمكن لها تفكر آية من القرآن ودوزها على القلب ديالها، نوى غير القلب ديالها ودوزها قدام عينيها بلا ما تحرك اللسان ديالها. أما الإنسان في الصلاة خصو يحرك لسانه ويقرأ قراءة مقادة، حيت إلا دوزتها بقلبك الله تعالى ما كيكتبهاش. اسمع اش قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال تجاوز الله لأمتي عما حدثت به أنفسها. وفهموا معايا الكلام، قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى كيتجاوز على الأمة، الله تعالى كيسامح لهذه الأمة لذاك الشيء اللي نوات في النفس ديالها. يعني إلا نويتي شي حاجة في نفسك، ولا جا الشيطان قال لك على سيدي ربي شي حاجة، يعني شي حاجة جرات في النفس ديالك وما نطقتيش بها باللسان ديالك، الله تعالى كيعفو عليك، ما كتسجل حتى كتقولها بلسانك. إذا كاين الشر كاين الخير، مادام نويتي شي حاجة خايبة في القلب ديالك وما نطقتيش بها الله تعالى ما كيكتبهاش عليك. كذلك إلا نويتي القرآن وما قريتيش باللسان ديالك ونويتي غير بالقلب ديالك الله تعالى ما كيكتبوش. إذا لابد تحرك اللسان ديالك بقراءة القرآن. ويستحب لغير الإمام أن يسمع نفسه فقط، يعني المأموم إذا كان الإنسان كيصلي بوحده في الدار ولا كان مأموم ينطق يحرك اللسان ديالو، ولكن ما يجهرش عاوتاني. لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، اقرأ على قد اللي غادي تسمع راسك، لأنك تكون في الصف وكيكونوا عباد الله، ما تقراش عاوتاني بالجهر باش تفتن عباد الله. كذلك من أخطاء المصلين في الصلاة ديالهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا. وهذا الحديث رواه أكثر من 50 صحابي، منهم 10 مبشرين بالجنة. قال لي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا بغى يفتتح الصلاة كيهز يديه تلعد ودنيه، لأن كاين بعض الناس اللي كنشوفوهم كيدخلوا للجامع في عوض يهز يديه تلعد ودنيه كيهز عند صدره بحال مشلول، بحال يدي مشلولين، ما فيه ما يهز يديه تيقرب حدا ودنيه، ولا ما هزش حدا ودنيه راه ما عنده تكبير، ولا ما عنده تكبير ما عنده صلاة. وكذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع كيرفع يديه. كاين الإنسان اللي كيهز يديه غير تكبير الإحرام من ثم بقى يهز يديه، لا، في الركوع الرفع من الركوع دائما الإنسان يهز يديه حذو أذنيه. هذا اللي كان يدير النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من الركوع أن يترك الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي قال كاع اللي يسمع هذا الحديث خاصو يتبع الرسول، يهز يديه عند ودنيه من يبغي يكبر، ويهز يديه عند ودنيه من يبغي يركع ومن يبغي يرفع من الركوع، يعني ما يخليش هذاك الرفع ديال اليدين راه ضروري حتى هو في الصلاة. كذلك من الأخطاء ديال المصلين في الصفة ديال الصلاة ديالهم أن كثير من الناس كيتركوا الدعاء ديال الاستفتاح والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة. والمشكل ماشي غير كثير من العوام اللي كيديروها، حتى بعض الأئمة اللي كيصلوا بالناس كيديروها. إما كتلقى كيزيد كيقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ديريكت، كيقراها مباشرة. لا أسيدي راه كاين سنن تماك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر كيبقى ساكت واحد المدة هو ساكت، راه ماشي كيسكت هكاك، لا، كيقول دعاء الاستفتاح إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عاد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه
عاد كيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدا يقرا الفاتحه بالناس. اذا كيسكت هذه السكته كيقول في هذه الادعيه كتسمى دعاء الاستفتاح. كثير من الناس ما كيديروش، حتى ائمه ما كيديروش، غير يقول الله اكبر ويدخل مباشره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ولا راه حتى القران الكريم الا رجعنا ليه كيقول الله سبحانه وتعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله. وفين الاستعاذه؟ من الاخطاء كذلك ديال المصلين في الصفه ديال الصلاه ديالهم تكرير الفاتحه. كاين اللي كيكرر منها 2 ايات ولا 3، كاين اللي كيعاودها كلها. هذه من الاخطاء ديال المصلين، لان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا الفاتحه وعاودها. كاين اللي كيقراها النص واللي يعاودها من الاول وهو كيصلي. وهنا كيقولوا سيدنا العلماء حرام التكرير ديال الفاتحه عمدا، هذا عند المالكيه. ولا كررها يعني غير سهوا نسها غادي يدير السجود ديال السهو. كذلك من الاخطاء ديال المصلين في الصفه ديال الصلاه ديالهم، كاين اللي كيصلي وكيهز النظر ديالو يعني البصر ديالو كيهزو للسماء، كيصلي وعينيه كيدوروا في السماء. او كيصلي وما كيشوفش المكان ديال السجود ديالو، كيشوف اللي حداه، هذا علمنا مناش كيدير ولا داخل مع الباب وكذا، يعني عينيه غير كيدوروا كيلتقطوا داكشي اللي قدامه. هذه من الاخطاء ديال المصلين، يعني الانسان يشوف الموضع اللي قدامه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجاوز بصره اشارته، يعني البصر ديالك ما يفوتش داك الصبع اللي كتحرك به واللي كتحي به، يعني عينيك تكون قريبه منك ما تمشيش بها بعيد. وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لا ترجع اليهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك شي ناس اما يحشموا وما يبقاوش يهزوا عينيهم في السماء في الصلاه، واما الله تعالى غادي يدي لهم البصر ديالهم يدي لهم عينهم ما باقيش يشوفوا. حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اما تبقاو تشوفوا قدامكم ولا بقيتوا تهزوا عينيكم من الفوق في الصلاه الله تعالى يطمس لكم على الاعين ديالكم ويعميكم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. ومن عائشه كتسول النبي صلى الله عليه وسلم على الانسان اللي كتخطفوا عينه، كيكون يصلي وكتبان لي شي حاجه دازت قدامه كيخطفوا العين ديالو وكيمشي معاها. قالت لي شنو هذا يا رسول الله؟ قال لها هذا الشيطان، هذيك هي الفلته ديالو، كيخطف الانسان كيدوز لي شي حاجه من قدامه باش عينه تمشي معاها. لان قال لك الانسان ملي كيوقف وكيقول الله اكبر وكينزل بيديه قال لك الله تعالى كيقبل عليه بالوجه ديالو وكيشوف فيه. ولكن اذا مشات عينيك لشي بلاصه كيقول الله تعالى كيقول لهم عبدي هذيك الحاجه شغلاتو عليا، قال كيخليه الله تعالى وكينصرف عليه. كذلك يا احباب من الاخطاء ديال المصلين صفه الصلاه ديالهم كاين اللي كيصلي وكيغمض عينيه، يقول الله اكبر وعينيه كيتغمضوا. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عينيه او عينه المباركه في الصلاه ولا يغمضها. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفتح عينيه في الصلاه وما كانش كيغمضها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد يومئ ببصره الى اصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره اشارته. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ملي كيقعد للتشهد يعني كيبدا يحرك الصبع ديالو شويه وكيبدا النبي صلى الله عليه وسلم كيشوف الصبع ديالو ما كيشوفش شي بلاصه اخرى. اذا تغميض العينين هذه من الاخطاء ديال المصلين. ولكن في هذا الزمان كنقولوا هي ماشي من الاخطاء، لان كاين بعض الناس مساكن اذا ما غمضش عينه ما يجيش الخشوع في الصلاه. وبالاخص المساجد ديالنا ما شاء الله كاين بعض المساجد اللي مزخرفه ومصوبه يعني ما تخليش يسجد، ولا كتلقى الفراش يعني الموكيت اللي كاين في الارض فيه التصاوير وفيه الزواق الا بقى يشوف فيهم مشات ليه الصلاه. هذا لا باس باش ينقص من البصر ديالو او يغمض عينيه الا ما كانش كيحصل ليه الخشوع. اما من غير هذا الا ما كانش الانسان كيتفتن مع داك الزواق ديال المسجد ما خاصوش يغمض العينين ديالو وتكون عنده عاده، لا هذا من الاخطاء. كذلك من الاخطاء ديال المصلين الصفه ديال الصلاه ديالهم كثره الحركه والعبث في الصلاه. كاين الانسان اللي يبدا يصلي يبدا يطرطق صباعه راه كيصلي، كاين يبدا يصلي ويبدا ينقي في الضفار ديالو، كاين يصلي ويبدا يتحرك يمين يبدا يحرك في الاقدام ديالو، كاين يصلي ويبدا يحرك اما الطاقيه ديالو اما العمامه ديالو اما يبدا يقاد الكسوه ديالو، كاين اللي كيصلي وكيبدا ينظر في الساعه ديالو، كاين اللي كيصلي ويبدا يربط السروال ديالو ويقاد فيه. هذه كلها اخطاء المصلين، هذه كلها من الاخطاء اللي ما خاصها ترتكب في الصلاه. كذلك من الاخطاء ديال المصلين ان في الركوع هذا كيتسمى عدم تعمير الركن. كاين اللي منهم كيكبر للركوع
وما كيقولش ذاك الدعاء ديال الركوع الرفع من الركوع حتى كينزل، وما يقول سمع الله لمن حمده حتى ينوض يتقاد عاد يقول سمع الله لمن حمده. الا خاصك تعمر هذاك الركن، ملي تقول الله اكبر مباشره تقول ذاك الادعيه اللي خاصك تقول، ماشي انسان كيقول الله اكبر وكينزل حتى يتقاد ويتصاوب وعاد يبدا يتكلم، لا كيولي هذاك الركن عندك ركن خاوي. كذلك ملي تسمع سمع الله لمن حمده مباشره ومع تطلع، ماشي تطلع وتقاد عاد تقولها، لا خاصك تعمر هذاك الركن. هذا زياده على بعض الناس اللي غير كينزل وكيطلع. هذه من الاخطاء كذلك ديال المصلين، انه ما كيطمعنش في الركوع ديالو وما كيعتادلش في الركوع ديالو. عن ابي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوأ الناس سرقه الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، او قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. ورا اللي كيسرق الدين راه كثر من اللي كيسرق الدنيا وكثر من اللي كيسرق الفلوس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال شكون هو السراق الكبير؟ ماشي هو اللي كيسرق الفلوس كيسرق الدنيا، السراق الكبير هو اللي كيسرق الركوع والسجود مع الله سبحانه وتعالى. وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. يعني جاء في الوصف ديال الركوع ديال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ملي كان كيركع كيقاد الظهر ديالو، حيت كاين دابا بعض الناس عندنا اشكال، كاين اللي مسكين بحال فيه الشلال في ظهره ما يقدش يهبط، ما يقدش يتقاد يهبط، كون طاحوا ليه الفلوس الارض كون هبط لهم يلا كيتحرك واحد شويه. وكاين الانسان اللي كيكثر عاوتاني الركوع تاع راسو غتقول غادي يوصل للارض، لا هذا عنده الركوع ولا الاخر عنده الركوع. قال لك الركوع ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كيقاد الظهر ديالو حتى الا خويتي عليه الماء يبقى الماء في الظهر ديالو ما ينزلش لشي جهه. وهذا هو اللي كان كيدير سيدنا علي رضي الله عنه، كان كيقول لهم اللي بغى يعرف الركوع الصحيح ديالو يتحنى ونحطوا ليه سطل ديال الماء على ظهره، الا تقاد الماء سطل هذاك هو الركوع اللي خاصو يمشي عليه الى يوم القيامه. هذاك هو الركوع، لان كل انسان عنده الركوع ديالو على حسب الطول ديالو على حسب الذات ديالو. هذه الصفه ديال الركوع. كذلك الاطمئنان في الركوع، ولا بغيتي تطمئن في الركوع اش خاصك دير؟ اولا خاصك دير يديك على الركبات ديالك. وكاين الانسان اللي كيدير يديه على الركبه في الركوع وكيجمعهم، لا خاص الاصابع تفرق. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان كيشد في الركبه ديالو بحال شاد رمانه، ولا كنتي شاد رمانه خاص تحل الاصابع ديالك وتمد الظهر ديالك يكون الظهر ديالك مقاد ممدود، وخاصك تبقى واحد شويه. كاين الانسان اللي كينزل وكيطلع ديك الساعه اش من ركوع عنده اش من خشوع عنده، خاصو يمكث واحد الوقت باش كل عضو. قال لك كان كل عضو ديال النبي صلى الله عليه وسلم كيستقر في مكانه حتى يستقروا العظام في المكان ديالهم، يعني واحد قليل من الوقت ويقول الادعيه عاد ينوض النبي صلى الله عليه وسلم. عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على 7. هذه كذلك من الاخطاء ديال المصلين، راه ما تكونش السجود ديالك دايز والصلاه ديالك دايزه حتى تسجد على 7 اعضاء. شنو هما الجبهه والنيف واليدين والركبتين والقدمين. القدمين 2 والركبات 2 هي 4 واليدين 2 هي 6 والجبهه والنيف كيتحسبوا عضو واحد هي 7 اعضاء. وكاين من الناس اللي كيسجد وكيحط الجبهه ديالو ما كيحطش النيف ديالو الارض، هذا ما عندوش الصلاه ديالو خاصها التعود، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يمس انفه الارض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اللي ما نيفو ما حطوش الارض راه ما عندوش الصلاه، لان النيف محسوب من الجبهه حتى هو عضو. هذا في السجود، ولا حط نيفو ما يكفيش، هذا خاصو كذلك يطمئن في السجود. واطمئنان في السجود باش غادي يكون اول حاجه خاصو يبسط الكفين ديالو يحطهم من الارض، والتفريج بين الاصابع يحل كذلك الاصابع ديالو يوجهها للقبله، ويرفع الذراعين ديالو على الارض، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسجدوا سجود الكلب، القعده ديال الكلب. كاين الانسان اللي كيحط المرافق ديالو للارض، لا ما خصوش يحطهم وخاصو يبعدهم على الجنب ديالو. كاين الانسان اللي كيتكمش في السجود ديالو، لا خاصك تحل يدك، لان قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان ملي كيسجد كيفرق هاد اليدين ديالو حتى قال لك يرى بياض ابطيه، حتى داك البوط ديالو كيبان للناس وهو كيصلي، يعني يفرج كيحل يديه النبي صلى الله عليه وسلم وما يحطش المرافق ديالو للارض. والان كتشوف المساجد 2 انواع ديال الناس، هذه كذلك من الاخطاء ديال المصلين. اما كتلقى واحد ساجد ومكمش
يعني ممدود وإما كتلقى يعني ممدود يعني مسرح، وإما كتلقى مجموع. كاين الإنسان اللي كيسدد وكيتكمش كيتجمع، وكاين الإنسان اللي كيسدد وكيتسرح، يعني كتلقى مجبد الذات ديالو. لا هذا ولا ذاك، خاص التوسط، خير الأمور أوسطها. ما تجبش بزاف وما تكملش وتحن الدرعين ديالك. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ها هو خير الأمور أوسطها. ما تجبدش في السجود ديالك وما تكمش. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، وإنما حتى واحد فيكم يحط الدراع ديالو كما كيحط الكلب يديه ملي كيبغي يقعد. كذلك يا أحباب من الأخطاء ديال المصلين، كان بعض الناس اللي كيقول لك اسيدي هذيك الأعضاء السبعة اللي خاص تسجد عليها خاصها تكون مكشوفة ما تكونش مغطية. يعني الإنسان اللي لابس تقاشر قال لك اسيدي ما خصوش يلبس تقاشر، خاصو يحيد يكون رجليه عريانين إلا بغى يصلي. هذه من الأخطاء ديال المصلي. كاين بعض الناس كيقول هذا الكلام، ولا كيقول لك لا الليقات ما تصليش بهم، ولا دوك الخفين اللي كاينين دابا في السوق كيتباعوا اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما تكونش لابسهم، هما بحال الصباط وكيكون من الجلد كتلبسو كتكون عنده السلسله ديالو كتصلي بها. كيقول لك لا، هذه من الأخطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده صلى حتى بالصلابط ديالهم صلى ودار الصلاة ديالهم. إذا باش نكشفوا الأعضاء السبعة هذا ما عندوش دليل. كذلك يا أحباب من الأخطاء ديال العوام في الصلاة قول بعضهم عند سهوه في الصلاة في سجود السهو: سبحان من لا يسهو ولا ينام. كاين الإنسان اللي كيبغي يجبر الصلاة ديالو، دوك السجدتين ديال الإنسان إلا سهى كاين اللي دوك السجدتين كيقول فيهم سبحان من لا يسهو ولا ينام، زعما أنا سهيت سبحان الله اللي ما كيسهاش وما كينامش. هذه ما عندها أصل. السجود السهو راه كتعرفوه نقزابو، يعني إلا كان عندك نقص كدير قبل الصلاة، والزي كانت عندك زيادة كدير بعد الصلاة. وهذا كيكون الإنسان إلا نسى شي سنة من السنن. أما إلا نسيتي شي فريضة بحال الركوع فريضة والسجود فريضة، نسيتي شي ركوع ولا نسيتي شي سجدة، هذا ما كيتجبرش سجود السهو، هذا فرض خاص تعاود فيه الركعة كلها. أما الإنسان إلا نسى، كاين الإنسان اللي كينوض الركعة الثالثة وكينسى ما عرفش راسو شحال صلى، كيقول واش صليت جوج مثلا صلاة الظهر، كينوض الثالثة ما كيعرفها هي الثانية ولا هي الثالثة. شنو غيدير هنايا؟ إلا تخربقت عليه الصلاة ما عرفش شحال صلى يبني على القليل. يعني إلا قال واش صليت ثلاثة ولا جوج، الأفضل أنه يبني على جوج، يبني على القليل. ولكن ملي يكمل ويسلم اش خاصو يدير؟ خاصو يدير السجود البعدي. علاش؟ باش إلا كان ديك الركعة اللي شك فيها تكون هي ثلاثة تكون زيادة يدير السجود البعدي. سجود السهو. والسجود السهو كيبقى الإنسان تابعه، سواء صليتي في الجامع ورجعتي حتى للدار دير السجود ديال السهو إلا تفكرتيه لأنك سهيتي وما درتيش دوك جوج سجدات، يعني سواء كان في المسجد أو كان خارج المسجد. وصلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وسهى في الصلاة ديالو، هو يسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح على شرط الشيخين. كاين بعض الناس اللي كيقول لك لا سيدي غادي تصلي غادي دير دوك السجدتين ديال السهو وما تحيش فيهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تحى وسلم. هذه من جملة الأخطاء. كذلك من جملة الأخطاء ديال المصلين، وهذه كتكون في الجلوس وفي التشهد وفي التسليم، من الغلط في السلام قولك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كاين الإنسان اللي كيبدا يتحي وكيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني التحية لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي. هذه من الأخطاء ديال المصلين. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ملي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حي كان يقولوا السلام عليك أيها النبي. ملي مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح. ما بقاوش يقولوا السلام عليك أيها النبي، السلام على النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. كذلك من الأخطاء ديال المصلين في التحية أنهم كيزيدوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما كاينش سيدنا في التشهد أو في الصلاة على رسول الله. الصلاة الإبراهيمية اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها سيدنا محمد. كاين اللي كيدير السيد في الرسول وهو في الصلاة، لا، تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ملي كان حي قلنا ملي مات دابا في التحية ديالنا خصنا نقولوا السلام على النبي وما نقولوا سيدنا النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية، ماشي اللهم صل على سيدنا محمد. ما كاين سيدنا محمد في الصلاة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد الله. سيدنا عبد الله بن مسعود قال لك ملي جات الصلاة ما كناش نعرفوا واش نقولوا، كنا كنسبحوا كنكبروا كنحمدوا الله تعالى. وإن محمدا علم فواتح الخير وخواتمه
فقال اش قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. قلنا هذا ملي كان عايش كان كيقولها. دابا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا في التشهد الأول. والتشهد الثاني غيزيد الصلاة الإبراهيمية قلنا ما فيها سيدنا محمد. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. يعني في التشهد الآخر بس ختموا بالدعاء اللي كيعجبك، داكشي اللي كيعجبك تعيبي الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأخطاء ديال المصلين كاين بعض الإنسان اللي ما كيحركش الصبع ديالو في التشهد، وتحريك الصبع راه هو من السنة. في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن الزبير اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمنى. يعني كيجلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفرش هذه اليمنى يدير على طول، واليسرى كيبرك عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اليسرى، هذا في التشهد الاخر، وكيخشيها تحت هذه الرجل هذه. ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. هذا هو الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيحرك الأصبع ديالو. وهذا التحريك ديال الأصبع ديال الصلاة راه ما جاش غير هكاك، عنده أصل. كيقولوا العلماء والله أعلم الأصل ديالو في الإسراء والمعراج. ملي النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة ومشى لسدرة المنتهى، ملي استقبل الله تعالى، ملي وقف جبريل وقال لي زيد تقدم أنت، قال لي تقدم معايا، قال لي أنا إذا تقدمت احترقت وأنت إذا تقدمت اخترقت. ملي زاد النبي صلى الله عليه وسلم وضرب فيه النور ديال الله تعالى هز صبعه وبدا كيتحرك، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف من الخوف ديالو، بدا الصبع ديالو كيتحرك. اش قال؟ تحيات لله والصلوات والطيبات. اش قال لي الله تعالى باش واجبه؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كان هذا هو الأصل في التحية. والنبي صلى الله عليه وسلم ملي كان يتكلم كان كيشير بصبعه للذات ديال الله سبحانه وتعالى، منين جاي النور ومن الخط كثرة الخوف ديالو بقى الصبع ديالو كيتحرك، فاخذنا احنا الصلاة وبقات عندنا تشهد. إذا يا أحباب تحريك الأصبع هو السنة. كذلك 3 أخطاء في التسليم كنبغيو نسلموا. أولا تحريك اليدين عند السلام. كل إنسان هذه عادة في الدول العربية، كاين واحد العادة الإنسان كيبغي يسلم كيحرك يده اليمنى ويحرك يده اليسرى، كيقول السلام عليكم ويحرك هذا اليد، يقول السلام عليكم ويحرك هذا اليد. هذا من الأخطاء ديال المصلين. عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى جنبه، يعني كنا كنحركوا يدينا بجوج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، فتركوا الرفع واكتفوا بالتسليم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مالكم شكون كتحركوا يديكم اليمنى واليسرى؟ قال لكم احنا نخليو تحريك اليدين وبدينا كنسلموا مباشره. ثانيا يدرج لفظ السلام ولا يمد مد التطويل. كاين الانسان كيقول السلام عليكم السلام كيجبدها، لا خاصها تقال عاديه ما فيها لا زياده ولا نقصان. ثالثا سئل ابن تيمية عن رجل إذا سلم عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله أسألك الفوز بالجنة. كاين الانسان اللي كيزيد، بعض الناس كيصليو ملي يبغي يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله أسألك الفوز بالجنة، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله أسألك النجاة من النار. قالوا له ودي واش هذا؟ ابن تيمية سولوه واش هذا مكروه أم لا؟ فأجاب هذا بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في السلام ولا تلتفتوا التفاتة الثعلب. حرك العنق ديالك ودور الوجه ديالك راك كتسلم على الملائكه اللي موراك. كاين انسان يلاه كيحرك راسو غير بشويه يقول السلام بحال ديك الالتفاته ديال الثعلب. الثعلب ما كيدورش كله، كيحرك غير عينيه ويدور جنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تلتفتوش بحال الالتفاته ديال الثعلب. لا بغيت تسلم حرك راسك حتى الدقن ديال اللحيه ديالك يوصل للكتف ديالك، وسلم على اليمين وعلى الشمال فانك تسلم على الملائكه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين. امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.